السلام عليكم طلاب وأبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثاني معانا في التاريخ اللي هو بعنوان مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين. مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين. ايوه، الا مين الطولونيين والاخشيديين دول؟ هقول لك هم اول دول مستقله في مصر عن دوله الخلافه العباسيه. دول مستقله ازاي؟ احنا اخدنا في اخر الدرس الاول انه في العصر العباسي الثاني ضعف الخلفاء العباسيين، وده اللي خلى القاده الاتراك يسيطروا على امور الدوله، لا وكمان يستقلون بالولايات اللي تحت حكمهم. ومن هنا ظهرت الدول المستقله، واول دول مستقله في مصر هي الدوله الطولونيه والدوله الإخشيدية. بس هنا أنا عايزك تركز لي على حاجة مهمة. إحنا عندنا نوعين من الدول المستقلة، نوع بنسميه دول مستقلة استقلال شكلي. استقلال شكلي إزاي يعني؟ يعني مثلا الوالي اللي بيحكم مصر هو خلاص استقل بحكم مصر وبيجي حاكم مستقل، بس برضه في روابط مهمة جدا بتربطه بالخليفة العباسي. طيب وإيه هي الروابط؟ بيقول لك هي روابط دينية، لأن الخليفة العباسي في نظر المسلمين هو كان وما زال الرأس العليا في الدولة الإسلامية، فعلشان كده بتلاقي مثلا حاكم الدولة المستقلة استقلال شكلي بيدعو للخليفة على المنابر، ولو طلب منه أي مساعدة لازم يقضيها له. طيب وإيه النوع الثاني من أنواع الدول المستقلة؟ بيقول لك النوع الثاني بنسميه دول مستقلة استقلال تام. يعني إيه استقلال تام؟ يعني هو بيستقل عن الخلافة العباسية ومش معترف بيها أصلا، لا ده وكمان بيحارب الخلافة العباسية وبيحاول يسقطها. طب زي مين مثلا؟ اديني امثله. بص عندك مثلا الدول المستقله استقلال شكلي زي الدوله الطولونيه والدوله الاخشيديه اللي هنتكلم عنهم في هذا الدرس، وكمان دولتين هناخدهم في الدرس الرابع وهم دوله الايوبيين ودوله المماليك. الاربع دول دول بنقول عليهم دول مستقله استقلال شكلي عن دوله الخلافه العباسيه. اما بقى الدول اللي كانت مستقله استقلال تام عن الدوله العباسيه وهي الدولة الفاطمية اللي هناخدها بالتفصيل في الدرس اللي بعد ده. فبيقول لك الدولة الفاطمية كانت دولة مستقلة استقلال تام عن الخلافة العباسية، لا وكمان كانت بتحاول تسقطها وتستولى على جميع أراضيها. طيب ليه؟ وده بسبب ان الدولة الفاطمية كانت دولة شيعية على عكس الدولة العباسية اللي كانت سنية، فعلشان كده ما كانتش معترفة بالدولة العباسية وكانت دايما بتحاربها. طيب كلام زي الفل. ممكن يجي في بالك سؤال، هو ايه اللي يخلي الولاة يفكروا بالانفراد بحكم مصر؟ لانه ما يقول لك اقبل الولاة على حكم مصر والانفراد بها عن مركزية بغداد. رحنا وسألنا الولاة هو انتم ليه يا ولاة عايزين تحكموا مصر وتستقلوا بيها عن دولة الخلافة العباسية؟ قالوا لنا بسبب عدة عوامل. زي ايه مثلا؟ قالوا اول حاجة قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة. بيقول لك ان مصر دي مليانة خيرات زي الزراعة والصناعة والتجارة، فهي اقتصادها قوي وبيأثر على اقتصاد دولة الخلافة، يبقى ده سبب ايه؟ سبب اقتصادي. طيب وايه كمان؟ بيقول لك موقع مصر المتميز وبعدها عن عاصمة الخلافة بغداد. مصر موقعها الجغرافي متميز جدا، فهي تقريبا في وسط العالم، والحلو كمان فيها انها بعيدة عن مركز الخلافة العباسية اللي هي بغداد، فعلشان الخليفة العباسي يبعت جيش من بغداد لمصر الموضوع صعب جدا ومكلف، وده نقدر نقول عليه سبب جغرافي. طيب واخر حاجة وهي طبيعة شعب مصر وما يتميز به من طيبة وميل الى المسالمة. فبيقول لك احنا كمصريين شعب طيب بطبيعتنا، وكمان مش بنحب العنف وبنميل دايما للمسالمة، وده يبقى سبب اجتماعي. يبقى كده عرفنا هي الاسباب او العوامل اللي خلت الولاة يقبلوا على الانفراد بحكم مصر عن الخلافة العباسية. طيب تعالوا كده نخش على أول دولة مستقلة في مصر ألا وهي الدولة الطولونية. وأول سؤال ممكن يجي في بالك هو مين مؤسس الدولة الطولونية؟ مؤسس الدولة الطولونية واللي اتسمت على اسمه هو أحمد ابن طولون. وأحمد ابن طولون ده منين؟ بيقول لك إن أحمد ابن طولون هو من أصل تركي، وكمان لما جه على مصر ما كانش والي عليها. أمال مين اللي كان والي
الوالي اللي كان والي على مصر هو زوج امه اللي كان اسمه بيكباك التركي، او بيكباك التركي ده هو اللي كان والي على مصر في ذلك الوقت. فقام ارسل احمد بن طولون نائبا عنه في حكم مصر. يعني احمد بن طولون لما جه على مصر ما كانش والي، لا كان نائب عن الوالي. يبقى ازاي احمد بن طولون قدر يوصل للسلطة في مصر؟ هتقول له نتيجة لروابط اجتماعية اللي هي قرابته من زوج امه بيكباك. وبيقول لك كمان اثبت احمد بن طولون منذ دخوله مصر مهارته في معالجة الامور وسياستها وتدبيرها، وظهرت شخصيته القوية في مواجهة المشكلات وقدرته على القيام باعباء الحكم. وقف هنا بقى، عايز اسألك سؤال. هو احمد بن طولون انا لسه قايل لك هو اصله ايه؟ هتقول لي هو اصله تركي. طيب وهو اتربى فين؟ هتقول لي تقريبا في عاصمة الدولة العباسية بغداد. كلام زي الفل. طيب هو احمد بن طولون زار مصر قبل كده؟ لا. طب هو يعرف حاجة عن نظام الحكم والإدارة في مصر؟ برضو لا. امال ازاي قدر يعمل كل ده؟ فبيقول لك ان احمد بن طولون قرب اليه مجموعة كبيرة من المصريين واختار منهم طبقة كبيرة ضمها الى حاشيته، ومن خلالهم كان يتعرف نواحي القصور في إدارة البلد، فكانوا خير عون له. فأغدق عليهم وعلى رعاياه وقادته المنح والعطايا بسخاء، فألف قلوب الناس من حوله. علشان كده يبقى أحمد بن طولون علشان يقدر يدير شؤون مصر وهو أصله تركي وما حكمش مصر قبل كده، يعمل ايه؟ كان لازم يقرب إليه مجموعة كبيرة من المصريين ويجعلهم من ضمن الحاشية والخدم بتوعه، لأن هم الأدرى بشؤون الحكم والإدارة في مصر. طيب كلام زي الفل. فبيقول لك والي مصر اللي هو بيكباك توفى، فقام الخليفة العباسي معين والي تاني غيره على مصر. طب هو مين؟ بيقول لك واحد اسمه يرجوخ. اسمه ايه؟ يرجوخ. ويرجوخ ده كمان كان قريب احمد بن طولون. هقول لك ايوه، كان صهر احمد بن طولون يعني نسيبه. فقام يرجوخ بعت رسالة لاحمد بن طولون مع يقول له فيها تسلم من نفسك لنفسك. يعني ايه تسلم من نفسك لنفسك؟ يعني زي ما انت هتفضل نائب الوالي في حكم مصر. طيب وتمر الايام يا مؤمن ويتوفى يرجوخ، وهنا بقى تولى احمد بن طولون ولاية مصر مباشرة من قبل الخليفة العباسي. خلاص احمد بن طولون بيجي والي رسمي لمصر مش نائب للوالي. وهنا بقى بيقول لك سعى احمد بن طولون على الاستقلال بمصر، بس خلي بالك مع تبعيته للدولة العباسية والدعاء للخليفة. يعني هو يستقل عن الدولة العباسية بس هيبقى استقلال شكلي. وبيقول لك كمان استطاع احمد بن طولون تثبيت حكمه في مصر. طيب وازاي قدر يثبت حكمه؟ فبيقول لك بسبب 4 عوامل. 4 عوامل؟ ايوه، عايزك تفتكرهم معايا ب4 كلمات. رقم 1 شخصية، و2 وضع، و3 ضعف، و4 معاناة. طيب رقم 1 شخصية مين؟ هتقول له شخصية أحمد بن طولون الطامحة للحكم والسلطان. فبيقول لك إن أحمد بن طولون كان عنده شخصية طموحة، مش بس عايز يكتفي بإنه يبقى والي على مصر في أي وقت الخليفة العباسي يغيره، لا هو كان طموحه أكبر من كده بكتير. هو عايز يبقى هو الحاكم والسلطان على مصر. طيب ورقم 2 وضع مين؟ هتقول له وضع مصر السياسي والاقتصادي وأهميتها مما جعلها محط أنظار الطامعين فيها. مصر كان لها وضع سياسي واقتصادي قوي يكاد يعادل الوضع السياسي والاقتصادي في مقر الخلافة العباسية بغداد. فعلشان كده هتلاقي مصر مطمع لكثير من الناس عايزين يستولوا عليها. ورقم 3 ضعف مين؟ هتقول له ضعف الخلفاء العباسيين وعدم تمكنهم من السيطرة على أطراف الدولة. الخلفاء العباسيين كانوا ضعفاء جدا والدولة العباسية كانت مترامية الأطراف، فبالطبع ما كانوش قادرين يسيطروا عليها. ورقم 4 هي معاناة مين؟ معاناة الخلافة العباسية من الثورات في مختلف البلدان الإسلامية. يعني فوق إن خلفاء الدولة العباسية ضعفاء، لا وكمان هتلاقي في ثورات كثيرة في مختلف البلدان. عرفنا هي العوامل اللي خلت أحمد بن طولون يثبت حكمه في مصر. طيب هو أحمد بن طولون بعد ما خلاص استولى على مصر هيكتفي بس بمصر؟ الإجابة أكيد طبعا لا. طيب هيروح فين؟ بيقول لك هيروح الشام. يبقى أحمد بن طولون
ومد نفوذه في بلاد الشام. فبيقول لك أراد أحمد بن طولون أن يمد نفوذه إلى بلاد الشام حتى يوسع دولته، فخرج بجيشه إلى دمشق ودخلها وأمن أهلها. طيب وبعد دمشق وصل فين تاني؟ بيقول لك صار من دمشق إلى الصغور. الصغور أيوة اللي هي مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية، حتى وصل إلى مدينة اسمها طرسوس. اسمها هي طرسوس. فدخلها وأعلن الأمان فيها، وجلس في مسجد طرسوس الكبير في تواضع تام لقضاء حاجات الناس والإحسان إليهم، فضمن ولاءهم. طيب هو أحمد بن طولون كان مهتم بس بالمسلمين والمساجد؟ هقول لك أكيد لا، لأن دي مسؤولية حاكم. الحاكم بيكون مسؤول عن كل رعاياه، سواء بقى مسلمين أو مسيحيين مش هتفرق. طيب ايه اللي يأكد الكلام ده؟ اثبت لي. اللي بيأكد الكلام ده إنه لما دخل أحمد بن طولون دمشق وقع بها حريق عند كنيسة مريم، فركب أحمد بن طولون وكان معاه أبو زرع الأنصاري وأبو عبد الله أحمد بن محمد الواسطي. فقال أحمد بن طولون لأبي زرع: ما يسمى هذا الموضع؟ يعني إيه المكان اللي تم فيه الحريق ده؟ فرد عليه أبو زرع: إنها كنيسة مريم. فأمر أحمد بن طولون ب70,000 دينار من ماله لبناؤها مرة أخرى، وإنه يعطي لكل من احترق له شيء. وبكده يبقى عرفنا إزاي أحمد بن طولون قدر يؤسس ويثبت حكمه في الاستقلال بمصر، وكمان يوسع ويمد نفوذه إلى الشام. وبعد وفاته هيتولى ابنه خماراوي. وهنا بقى رأت الخلافة العباسية إن هي دي الفرصة لاسترداد مصر والشام مرة أخرى من يد الطولونيين. أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية خلاص مات، وأكيد ابنه لسه شاب صغير ومش هيعرف يسيطر على الأمور زي أبوه. ولكن يا عزيز الطالب، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني خماراوي نجح في الانتصار على قوات الخلافة العباسية، ولكن خماراوي ذكي. بعد انتصاره على العباسيين ما حبش إنه يبقى في عداء دائم بين بعض، فقام طلب الصلح من الخليفة العباسي المعتمد. ركز هنا، هو طلب الصلح وهو منتصر. فطبعا رحب الخليفة المعتمد بالصلح، وكتب لخماراوي وأولاده من بعده ولاية مصر والشام لمدة 30 سنة. وكان هذا الصلح بداية علاقة جديدة مع الخلافة العباسية. وعلى رأي المثل: عدو الأمس صديق اليوم. وده لأن خماراوي قام بتزويج بنته إلى الخليفة العباسي المعتض. طيب وده ترتب عليه؟ بيقول لك ترتب عليه تقوية علاقة خماراوي بالخلافة العباسية، وكمان تمتع خماراوي باستقلال ونفوذ كامل على مصر والشام والصغور. وبيقول لك انه في عام 282 هجرية كان قد ذهب خماراوي الى الشام، وهناك قتل على يد غلمانه. وغلمانه المقصود به هنا خدمه وليس اولاده. فتم حمله في تابوت ورجع مرة اخرى الى مصر ودفن بجوار ابيه. وبيقول لك بعد وفاة خماراوي ضعفت الدولة الطولونية وابتدت في السقوط. طيب ايه هي اسباب ضعف وسقوط الدولة الطولونية؟ بيقول لك كثرة النزاعات والصراعات بين ابناء البيت الطولوني بعد مقتل خماراوي. يعني كل ابناء البيت الطولوني ابتدوا يتخانقوا على الحكم، كله عايز يحكم. يبقى ده نقدر نقول عليه صراع داخلي على الحكم. وتاني سبب هي تدخل الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية. واخر حاجة وهي رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذها على مصر والشام مرة أخرى. فبالفعل استطاعت قوات الخلافة العباسية بقيادة واحد اسمه محمد ابن سليمان الكاتب، واللي قدر يدخل مدينة القطائع ويستولى عليها. القطائع أيوة مدينة القطائع هي عاصمة الدولة الطولونية، وبكده يبقى سقطت أول دولة مستقلة في مصر وهي الدولة الطولونية. والكلام ده كان في عام 292 هجرية. طيب تعالوا كده نخش على تاني دولة مستقلة استقلال شكلي في مصر، ألا وهي الدولة الإخشيدية. طيب مين هو مؤسس الدولة الإخشيدية؟ بيقول لك واحد اسمه محمد ابن طغج الإخشيد. طب هو مين أصلا محمد ابن طغج الإخشيد؟ ده كان أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي، يبقى هو أصله تركي زي أحمد ابن طولون. وبيقول لك كمان والده اللي هو طغج كان والي على دمشق في عهد خماراوي. طيب ايه هو سبب شهرة محمد بن طغج اللي خلت الخليفة العباسي يعين والي على مصر والشام؟ بص هم بصراحة سببيا مش سبب واحد. السبب الاول هو انه استطاع التصدي للجيش
الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر. وتاني سبب هو ان اصطحبوا تكين على دمشق عندما تولى حكمها. وهو مين تكين ده كان والي دمشق، خد معاه محمد بن طغج أول ما تولى الحكم فيها. وبيقول لك أثناء ذلك هاجم مجموعة من الأعراب قافلة للحجاج المارين ببلاد الشام. يعني كان في قافلة من الناس، رجال بقى ونساء وأطفال، طالعين من الشام رايحين الحج، وهم ماشيين في أمان الله إلا طلع عليهم مجموعة من قطاع الطرق وعايزين يستولوا على الخير اللي معاهم. أول ما شاف المشهد ده محمد بن طغج هاجم عليهم وأمن طريق الحجاج. وده أكبر سبب شهرة محمد بن طغج. وده لأن كلام بينه وبينك كان في واحدة قريبة الخليفة العباسي موجودة في هذه القافلة، فراحت وبلغت الخليفة العباسي باللي عمله محمد بن طغج. وعندما وصل الخبر للخليفة العباسي سر به وولاه حكم مصر والشام. لا وكمان لقبه بالإخشيد. طيب يعني ايه إخشيد أصلا؟ هي معناها ملك الملوك في فرغانة اللي هي بلاد ما وراء النهر. طيب ايه هي بقى أهم أعمال محمد بن طغج؟ بيقول لك أهم أعماله هي انه وطد نفوذه بمصر وقضى على الامراء المنافسين له والمتسببين في زعزعة الحكم. وعمل كمان اعاد الامن والنظام في مصر بعد التصدي لهجمات الفاطميين. ايه ده يعني الفاطميين هاجموا اكتر من مرة على مصر بالظبط كده. وعمل كمان بيقول لك اتخذ مدينة العسكر عاصمة لدولته. وزي ما قلت لك هو سعى الى الاستقلال على الخلافة العباسية مع التبعية الاسمية لها، وكمان مد نفوذه إلى الشام والحجاز. وبعد كده توفى محمد بن طغج الإخشيد في دمشق ودفن في القدس. وكان وصى قبل وفاته بالولاية من بعده لابنه أبي القاسم أنجور، ولكن بسبب صغر سنه تولى الوصاية عليه خادمه كافور اللي كان متولي تربية أبناء محمد بن طغج. يبقى تاني واحد حكم مصر هو كافور الإخشيدي. هو قدام الناس أنجور ابن محمد بن طغج هو الحاكم لمصر، ولكن الحكم الفعلي للبلاد كان في يد كافور. طيب وايه هي اهم اعمال كافور الإخشيدي؟ بيقول لك عمل كافور على ضبط امور البلاد واقرار الامن فيها سواء بمصر او الشام. طيب كلام زي الفل. وعمل كمان بيقول لك عمل على السيطرة على مقاليد الحكم لدرجة انه لم تستطيع الخلافة العباسية ان تتدخل في امور مصر اثناء حكمه، وظلت مصر والشام والحجاز تحت حكم الإخشيديين. وبيقول لك كمان كافور الإخشيدي طول مدة حكمه كان بيرفض يلقبوه بالأمير. امال كان عايز يقولوا ليه؟ كان بيطلب انه يلقب بالأستاذ، وده اللقب اللي اكتسبه ايام تربية اولاد الإخشيد، فكان معتز بهذا اللقب ورفض انه يلقبوه بالأمير او الحاكم. وبعد وفاة كافور الإخشيدي سقطت الدولة الإخشيدية. طيب ايه هي اسباب سقوط الدولة الإخشيدية؟ بيقول لك استطاع الفاطميون أخيرا دخول مصر بقيادة واحد اسمه جوهر الصقلي وإسقاط حكم الدولة الإخشيدية. وطبعا سقطت معاها تبعية مصر للخلافة العباسية، لأن الدولة الفاطمية كانت ضمن الاستقلال التام عن الدولة العباسية زي ما وضحت لك في بداية الدرس، وزي ما هنشرحها بالتفصيل في الدرس اللي جاي إن شاء الله اللي هو بعنوان مصر في عصر الفاطميين. علشان كده ما تنساش تشترك في القناة علشان تشوف باقي المنهج إن شاء الله، وأشوفكم على خير في الدرس اللي جاي، والسلام عليكم.